من بدل دينه فاقتلوه. ده اكيد مش كلام رسول، ده مش كلام النبي، ده كلام واحد عاوز يكره الناس في الاسلام، اللي هو تعالى خش الاسلام ده دين سماحه، واول ما تخش لو خرجت هقتلك. سبت له الكفار اللي بيجوا في الافلام. ده مش كلام الرسول، وكلام الرسول استحاله يبقى عكس كلام ربنا. مفيش حاجه اسمها حديث ينسخ ايه، مفيش نسخ اصلا. طب هو كلام ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا بيقول ايه؟ لا اكراه في الدين. ربنا بقى بيقول على اللي هيرتد ايه؟ بيقول على اللي يرتد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. يعني ايه؟ يعني اللي يرتد عن دينه ده هيعمل اعمال في الدنيا، حبطت الاعمال دي ملاش لازمه، يعني هيعيش ويعمل اعمال، بس في الاخره دخل النار خالد فيها. ده كلام ربنا. يعني من الاخر كل اللي انتوا بتقولوه اصلا ربنا كشفه في القران. الحمد لله. يعني ربنا عالم ان هيتقال حاجه زي دي وناس هتاخدها دين، فهو موضحها في القران. طيب نشوف بقى الحاجه الاكبر بقى. شوفوا الايه دي كده، ربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خدت بالك انت؟ امنوا ثم كفروا، ما اتقتلوش اهو لما كفروا، ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ربنا مش هيغفر ليهم ولا يهديهم سبيل، هيسيبهم بقى كده ضالين. مفيش حد رده، اللي بيرتد محدش يقتله، اللي يرتد ده حسابه على ربنا. بلاش الدمويه تجري في عروقه. القرآن والدين أطهر من أي حد فكره دموي أو متطرف، واللي عاوز يعاركني يعاركني. استنوا باقي سلسلة فيديوهات نسخ الناسخ والمنسوخ. مفيش نسخ ولا في المنسوخ، مفيش حديث بينسخ آية ولا يلغيها، ولا آية بتنسخ آية في القرآن. في القرآن. شكرا.